كده الصوت مسموع صح؟ تعليه بقى شوية وبتاع. إيه؟ تمام. معاكم طاهر سينيور موشن ديزاينر. اشتغلت يعني ده التعريف العادي لأي موشن ديزاينر دلوقتي، إن أنا اشتغلت في شركات جوه مصر، اشتغلت في شركات بره مصر. موجود في المجال تقريبا من آخر 2018. يمكن الميزة بس في المسيرة بتاعتي إن كنت شغال أغلب الوقت ما بين فول تايم وفريلانس، يعني ما بقولش الحاجة لا خالص يعني. فشركات كبيرة شركات صغيرة جوه مصر بره مصر هكذا، ده خلاني أشوف رؤية أفضل للسوق. بس كده. إيه كمل. بس كده. بس هقول ايه تاني؟ بس كده زي الفل كده. طيب. صح. السلام عليكم يا شباب، مبسوط ان انا معاكم، مش عاوز اطول لان الناس اللي موجوده يعني متشكر جدا ان هي حضرت، ومتشكر لوقتها الثمين. وفي ناس كمان مستحق تتكلم اكتر مني يعني. وطاهر انا عاوز اعرف طاهر عشان طاهر ما عرفش نفسه يعني. بس انا بالنسبه لي طاهر هو اكتر واحد بيقدم محتوى ذا قيمه في الموشن جرافيك على اللينكد ان تحديدا، وعلى الفيسبوك طبعا بطبيعه الحال. وده اكتر شخص انا استفدت منه في الموشن جرافيك الصراحه، كعلم بقى وكمجال وكافكار. وهو شخص يعني كريم جدا وما بيبخلش ابدا بمعلومه، لدرجه ان هو ممكن بيديني افكار كان عاوز يعملها، فهو لما ما بحبش يعملها لقيته ساعات بيديني سيل من الافكار عشان تنفعني شخصيا. فانا يعني استغل الفرصه واشكره يعني. وهو حد ما شاء الله شاطر وما اقدرش اوفيه حقه يعني. وطبعا ربنا يبارك في الناس كلها. عمر اكتشفت بعد فتره ان عمر الشهاتفي كنا متخرجين من نفس الكليه، ممكن انا كنت سابقه بكام سنه، رغم ان هي كليه نادره جدا في مصر، كليه تخطيط عمراني. والاسلام طبعا يعني ايه غني عن التعريف وصديق قديم. وشكرا لكل الناس اللي حضروا يعني، الاصدقاء كلهم. طيب انا احمد صقر، مصمم موشن جرافيك. اشتغلت في الاول كفريلانس فتره، بعد كده اشتغلت مع الاي تي اي فتره، بعد كده اشتغلت في تطبيق جيل، اشتغلت بعد كده في ايجنسيز. وممكن مشهور انا اكتر بموضوع الشعارات والهويات البصريه، مؤخرا سيس انيميشن، وقناه اليوتيوب اللي برضه بشرح فيها موشن جرافيك اللي هي موشن ويزارد. بس اشتغلت برضه زي ما طاهر قال اماكن جوه مصر وبره مصر. وان كانت يعني الكليشيه ده مش هو المهم، المهم الشغل نفسه. لان انا مثلا، ودي حاجه يعني ممكن الناس القديمه تبقى عارفاها وبتحصل معانا كلنا، ان الاماكن الكبيره غالبا انت بتبقاش اشتغلت لها شغل جامد، والاماكن والشغل الجامد بتاعك بتبقى ممكن تطوعته في اسامي مش معروفه يعني. فعشان كده ما بتفرقش قوي ان انا اقول اشتغلت في اماكن كبيره او اماكن صغيره. المهم الشغل نفسه، ان اللي بيشوفه الحمد لله بيبقى مبسوط بيه يعني. بس مش عاوز اطول عن كده عشان ايه يعني، واسيب المايك لغيري، وهنرجع تاني ان شاء الله. حبيبي. ماشي. يعني هو تقريبا كلنا في نفس الفترة الزمنية ما عدا اسلام. تقريبا اسلام عدى ال 12 سنة. عدى كام سنة دلوقتي يا اسلام؟ انا 35 على فكره، طاهر اصغر مني لا مش اسالش عنك كام سنة، قصدي بقالك كام سنة في الموشن؟ في الموشن من 2016 او 2017، وفي الجرافيك ديزاين من 2013. عشان كده. لا انا راجل غلبان على قد يا دوبك. هما 7 سنين باين ولا حاجة. ابتديناهم الحمد لله باي تي اي. طبعا زي ما سؤال قال ان احنا من كلية واحدة، يعني اندر كلية في تاريخ الجمهورية. المهندسين اللي محدش يعرف عنهم ما علينا. المهم يعني خلصناها ودخلنا اي تي اي تراك موشن جرافيكس انتك 39. بعدين ربنا كرم بكذا شركة. دخلنا اي ليرنينج، ودخلنا ايجنسيز، ودخلنا نوعية متنوعة من انواع الموشن. فده كويس الحمد لله، بيكسب الواحد خبرة. لانه اصلا كنت بادئ بسينما 4 دي، يعني ما كانش البداية بتاعتي افكت صرف. بس فكرة الشغل بقى وان احنا اشتغلنا يعني شركات بره مصر وجوه مصر والكلام ده جميل. بس هو زي ما طارق قالوا كده، ان الشغل الجامد اللي انت بتعمله بنسبة 95% اذا ما كنتش بزود يعني، بتعمله في البيرسونال بروجكت. او يمكن يعني احيانا لو معاك
يعني تحكم على الحاجة اللي انت هتعملها بنسبة 20%، فممكن تفلك كده حاجة تطلع على الرايق منه بمزاج. انما غير كده بتلاقي فيه تعديلات بتقسم البروجكت نفسه، وبتقسم اللي انت بتعمله، يعني بتقصف عمر كل حاجة. فنوعية الشغل والكواليتي اللي انت بتبقى عايز توصل لها في الأغلب بنسبة كبيرة بتبقى في البيرسونال. فاكر. جميل. طيب لا. اعرف الناس بيت، يعني انا اعرف كومبيا هو بشكل بسيط. انا اسمي اسلام فوزي، خريج حاسب آلي ونظم معلومات دفعه 2012. ماليش اي علاقه بالمجال لا من بعيد ولا من قريب. تمام. انا دخلت المجال بالصدفه البحته، حد احتاجني في شغلانه كده صغيره جرافيك ديزاين فعملتها، فكنت محتاج شغل فنزلت دورت على مطبعه اشتغلت فيها، فهنا ابتدت علاقتي بالمجال. تمام. من 2013 لحد 2016 انا كنت جرافيك ديزاينر. بعد كده ابتديت اخد كورسات في الموشن جرافيك وابتديت اتعلم فيها، وكان اول بدايه ليا مع شركه في الموشن جرافيك في 2017. اشتغلت في اكتر من مكان، وصار بقى شغل ريموتلي، شغل جوه مصر مع حاجات بره مصر. وزي ما قالت الناس وزي ما قالوا، انا مش هزايد على اللي هم قالوه. اغلب الشغل الحلو اللي الواحد بيحب يعمله بيلاقيه بيطلع مع نفسه اكتر ما بيطلعه في الشركات، واغلب الحاجات اللي بتتفاجئوا جوه الشركات بمشاكل غير متوقعه بالمره فبيطلع. هو الصوت عند اسلام قطع صح؟ ايه؟ لا انت اسلام مسموع كل حاجه. فبيطلع لها حلول غير متوقعه، فبتبتدي الخبره من هنا تتكون ان الموضوع اشبه انك انت بتاخد خبرات بالمشاكل جوه الشركات، ومع نفسك بتاخد الخبرات اللي انت بتجرب فيها مع نفسك. من بدايه 2019 واول طبعا بالكورونا ابتديت انيميشن ديلي. والحقيقه هي ابتدت برضو بالصدفه البحته، ابتدت عشان خاطر انا كان نفسي ارفع شغلي واذاكر انا والناس، بس ما حدش يعتقدنا يحدف علينا طول. يعني الموضوع باختصار بس هنقعد نذاكر سوا مع بعض عشان نساعد بعض نطلع مقاطع بسيطه، حاجات صغيره. ومن هنا ابتدت فكره انيميشن ديلي لحد الشكل اللي انتم شايفينه النهارده. بس كده ده باختصار. طيب بالنسبه بقى للموضوع بتاع النهارده، احنا معانا عنوان او توبيك معينه اللي هي بعد دخول الذكاء الاصطناعي الموشن جرافيك راح فين. فبعد ما احنا عرفنا ببعض او تعرفنا بالناس اللي موجوده، فهو طبعا هوجه سؤال. اول سؤال احنا محضرينه طبعا للطاهر، فهنبتدي ان احنا كل واحد يبتدي يقول الاجابه دي من منظوره الخاص، وايه اللي هو شايفه من وجهه نظره بناء على الاجابه دي. فاول سؤال احنا هنساله هو ايه اللي اتغير مع وجود الذكاء الاصطناعي في الموشن جرافيك، والمجال اتاثر بيه ولا لا، واتاثر بيه ازاي. فممكن طاهر تمسك المايك وتفتكر. تمام جدا. خلينا بس قبل ما نجاوب على الجزء اللي هو التغير اللي حصل مع الذكاء الاصطناعي، يعني نقول هل ده اصلا كان اول تأثير او اول تغير يأثر على الموشن جرافيك ولا لا؟ لان الموشن جرافيك بطبيعة الحال متغير جدا. يعني كل لما الترند يطلع يلا يا جماعة في حاجة جديدة طلعت اهي، تعالى نشوف ايه التولز اللي نقدر نستخدم بيه الحاجة دي، ايه الستايل اللي ممكن يطلع وهكذا. فيمكن انا شايف ان الموشن جرافيك من الحاجات الحساسة جدا. يعني افتكر حتى لو في يعني مش ترند، حاجة كده عجبت الناس حتى بتتغير السوق بناء عليه. يعني زمان نعرف الموشن جرافيك ده عن طريق التترات المسلسلات وهكذا زمان. يعني بعد كده مع انفتاح السوشيال ميديا لا خلاص في موشن جرافيك دلوقتي اعلانات ممكن تطلع بتكلفة اقل على السوشيال ميديا. ولما طلع على السوشيال ميديا كانت حاجات بسيطة اللي هي شيبس مش عارف ايه حاجات كده. حتى كان اسمها وقتها الكلام ده كان 2015 يمكن 2016 كان ناس تقول عليها مش موشن جرافيك، كان يقول عليها انفوجرافيكس، ان هو كان شيبس بس انت بتطلع شيبس بتعمل اعلانات وهكذا. وكان في فتره عدت كنا نقدر نقول على الناس اللي كانت بتشتغل في موشن جرافيكس ده فيري كرافتد مش عارف، كان ليه مسمى كده غريب. يعني اللي هو كان اغلب الشغل كانوا بياخدوا كل حاجه من الستريتور يحولوها شيبس جوه
الافتر افكت بحيث ان ياخدوا الفول كنترول، يتحكموا في كل جزء تقريبا من الحاجه اللي بتدخل. بعد كده نستنبط شيء معين، ان مع كل تغير حصل ناس كانت بتستفيد وفي ناس كانت نوعا ما بتتاثر طبيعي. فالتاثر ده مش شرط يكون حد بيخسر شيء او هكذا، احيانا بيكون انفتاح جديد للسوق، احيانا بيكون حاجه اتحسنت في السوق وهكذا. بما ان اسلام في الاصل كان او ما زال حتى هو انيميتور، بمناسبه الانيميتور بعد ما طلع الموضوع بتاع الانفوجرافيكس طلع ناس من الانيميتورز، الناس اللي بتشتغل في المسلسلات وهكذا. طب ليه ما نضيفش الكاركتر ده اللي هو بيتحط في الموشن جرافيك وهكذا ونحركه، نبقى بنعلي على الناس اللي بتتحرك عن طريق الشيبس. تمام. فعلا قطاع كبير جدا من الناس اللي كانت بتشتغل از انيميتور، سواء بقى على موهو توم بوم من الحاجات دي، عرفوا يستفادوا كتير جدا. حتى كان في افتكر كان في هوجة ساعتها اللي هو الموشن جرافيك يا جدعان مش هو اللي بيحرك الكاركتر، الموشن جرافيك انك انت تحرك عناصر مش شرط كاركتر، لو انت بتحرك كاركتر يبقى انت كده انيميتور وهكذا. كان في انقسام كبير يعني، حتى المدارس بتطلع الموشن ديزاينر. الموضوع كان فعلا كانت تشتيت نقاش حاد بالظبط كانت بالظبط حاد. بس هي الفكره كلها ان كانت الخناقه في ايه؟ يروحوا الناس اللي عايزه تنتج انيميشن ينتجوا، هو ملوش علاقه، يروحوا اللي بتاع الموشن يقول له انت بتعرف تعمل ده، فيقول لهم لا مش ده شغلانتي اللي بعمل ده. رحت الناس اللي بتعمل انيميشن تعرف تعمل ده، لا دي مش شغلانتي، دي شغلانه الاخ ده. فمن هنا بقى بتحصل الكارثه. يعني انا عانيت من الموضوع ده كتير. بالظبط. الفكره ان في ناس استفادت، ولكن في ناس اكيد اتاثرت حتى. وبعد كده مع الكاركتر الكتير فبقينا طلع بقى اللي هو التصور، طب ما نعمل ده طبعا الانتربرنور او اصحاب الشركات، طب ما نعمل فيلم كرتون صغير دقيقه دقيقتين بتشرح مثلا الستوري بتاع البراند بتاعنا، قصه البراند، قصه الشركه وهكذا. فالجزء ده خلى ناس كتير تخش في الساحه، خصوصا الناس الالستريشن، ان خلاص احنا بنعمل كأن بعمل عالم كامل جوه، في ناس الستريشن بتخش وهكذا. وكان استلهام كبير طبعا من الناس اللي هو الاستوديوهات اللي كانت بتبقى بره مصر وهكذا، ان غالبا المشاريع اللي بتبقى في الايجنسيز الكبيره بيكون في 10 مثلا دخلوا او 15 واحد دخل في البروجكت، هم حسوها فعلا كانها فيلم. انا شايف فيلم كرتون قدامي، هو دقيقه وكل حاجه، بس انا شايف حاجه شغل عالي يعني. فده دخل ناس كتير جدا في الالستريشن، ان هم يدخلوا بدل ما بنعمل حاجه تكون كاريكاتير او حاجه تكون ديجيتال بينتنج وهكذا، لا احنا هندخل هنا. حتى الديجيتال بينتنج بقى ليهم دور، انك انت بتلاقي حاجات طالعه، القصص مثلا اللي كانت بتطلع في برنامج الدحيح مثلا لو بيحكي حاجه تاريخيه، دي بتلاقيها برضه هم استغلوها، دخل في الموشن برضه. من هنا نكتشف ان كل فتره لازم بيحصل تغير في السوق، ولازم بيكون حاجات جديده بتحصل في السوق وغيره. ومع ذلك ده مش الموشن، هو مش الموشن فقط، يعني الموشن انواع كتير جدا وشغل كتير جدا. وزي ما عمر قال من شويه، انا لما بدات السينما 4 دي، وفي ناس كتيره بدات السينما 4 دي في حقبه معينه، ان كانت المتطلبات مش ضخمه، والبرامج مش ما بتعملش مليون حاجه زي دلوقتي. فكان في برضه دخول لل 3 دي موشن. 3 دي موشن بدا برنامج زي السينما 4 دي، فكان ثوره مثلا في وقت معين وما زال. طيب وصلنا لايه؟ وصلنا اللي بعد كده الريلز. يعني مش الذكاء الاصطناعي، لا ده طلع في ريلز، والريلز ده اثر على المونتيرز، اثر علينا طبعا كموشن ديزاينرز وهكذا. من هنا يبدا قصه ايه الشغل. هو الشغل كان اثر على مين؟ ان كان في ناس كتيره بتخش بتعمل مونتاج. الموشن ديزاينر قطاع كبير جدا من الموشن ديزاينرز بدا يعملوا مونتاج برضه، ريلز، اديت وهكذا. الحاجات دي سهله بالنسبه لي، فاصبح في خلط كبير جدا. وده بطبيعه الموشن جرافيك، وهنيجي فيه بعد كده ليه الموشن جرافيك دايما بيختلط بستايلات تانية، دايما بيختلط بمجالات تانية.
وصولا بقى للذكاء الاصطناعي. يعني الذكاء الاصطناعي حتى الان بالنسبه للموشن ديزاين هو عمل ثوره وكل حاجه، لكن مش هو ده اللي اثر فيه. انا مره كنت نزلت بوست بقول انا بتحدى اي حد يشوف ان الذكاء الاصطناعي اثر على الموشن ديزاين قد مثلا انفاتو اليمنتس مثلا. لان انفاتو اليمنتس كان في كميه قوالب كتيره جدا خلت الناس كتيره تتجه لل2 دي بدل ان هم يتجهوا للتترات بتاعت الافلام وغيره، ان الحاجات دي كانت بتبقى سهله تكون جاهزه. فللاسف في حاجتين اثروا على المجال. الحاجه الاولى طبعا ثوره الذكاء الاصطناعي ده طبيعي، ده كده اثر جدا، لكن مش بالسلب زي ما الناس شايفه. هو اثر في حاجات حلوه كتير جدا عملها، واكيد في حاجات سلبيات حصلت، ولكن ده طبيعه المجال اصلا. يعني التاثير الثاني وهو ده الشيء المؤسف واحنا عاوزين نلغيه المره دي، يعني ان كميه الناس اللي اتاثرت الناس مش متخيله الثوره اللي حصلت ازاي في يوم وليله، وكميه الحاجات اللي اثرت في المجال والذكاء الاصطناعي. احنا بقينا نتاثر بكلام الناس في مجالات تانية. انا ادعي ان الموشن جرافيك من اقل الحاجات اللي اتاثرت من وسط المجالات اللي حوالينا، من وسط الجرافيك ديزاين، من وسط المونتاج، الحاجات دي كلها، التصوير 3 دي وغيره. انا شايف كده يعني. بس فاحنا اتاثرنا جدا جدا بكلام الناس التانية اللي في المجالات التانية. الناس دي بتصوت وهنا بيعيطوا، فاحنا بقينا نعيط معاهم، انا مش عارف ليه. بس ف بس ده ملخص الكلام يعني بالنسبه للتغير الذكاء الصناعي يعني. طيب ممكن صقر يجاوب على نفس السؤال. ايه اللي اتغير مع وجود الذكاء الاصطناعي وجهة نظرك؟ هو بصراحة ما شاء الله يعني طاهر اتكلم وقال كل حاجة، بس هي لو في حاجة واحدة هتتغير الورك فلو فقط. يعني لو احنا نفترض كمان ان يعني هفترض ان كلام طاهر ده ما كانش مظبوط، وان احنا اتأثرنا بالذكاء الاصطناعي زي مثلا مصمم جرافيك. دلوقتي مصمم الجرافيك بقى فعليا ممكن يكتب كلمتين يطلع له تصميم حلو جدا. لكن مثلا ما ينفعش تلاقي فيديو موشن حلو بيطلع من كلمتين، والناس اللي بتكتب كلمتين وتطلع فيديو موشن ولو انت شفت الفيديو وافتكرته حلو ده لان انت مبتدئ، لكن هو فعليا الفيديو ما بيبقاش حلو. طيب احنا زي ما بقول احنا ما تاثرناش صح. فهي الاي اي هيفرق بس في الورك فلو. يعني ايه في الورك فلو؟ في واحد اسمه اظن يارو فلاشر كان عظيمه معانا، الاستاذ الكبير يعني هو حاضر معانا. هو اللي كان بعت لي الصفحه بتاعته. هو بيعمل حاجه حلوه قوي، هو بيبدا ان هو يعيد الحاجات اللي عملها قبل كده بالاي اي، او اللي عملها قبل كده على سينما 4 دي او على بلندر او على الافتر افكت، وبيبدا ان هو يعيد انتاجها. لما تيجي تشوفه وهو بيعيد الانتاج بتاع الحاجه دي، بيطلع الحاجه مثلا فوتوشوب، بعد كده بيغير الستايل بالاي اي، بعد كده يدخل على فوتوشوب مثلا يعمل اديت معين، بعد كده يطلع يروح على الاي اي يعمل حاجه تانية، كده يدخلها على الافتر افكت ويعمل انيميشن معين، بعد كده يبدا ان هو يقسم اللايرات بتاعته، كده يبدا يحط افكتات عشان يبدا يركب المشاهد. فهي الفكره في كده. لو انا عاوز اطلع حاجه بالاي اي فغالبا مش هقول للاي اي كلمه فهو يدهاني، لا هو انا لازم اصلا اكون فاهم انا ازاي بطلع فيديو، ازاي بخلي الفيديو حلو، ازاي اقدر اغير الفايبس بتاعت الفيديو بتاعتي، ازاي ابقى فاهم التكوين عشان اقدر اطلع فيديو يعبر عن الحركه بتاعتي، ازاي لما الاقي اصلا الحركه استعنت بالاي اي وطلعت الحركه وحشه، طب ازاي اعدل عليها، ازاي اغيرها، ازاي اعملها بنفسي، ازاي ان انا ممكن اطلع الاوبجكت. يعني زي مثلا بتلاقي بعض الناس ممكن يعمل موديلنج على بلندر او على سينما 4 دي، بعد كده ياخده على الاي اي ويبدا ان هو يعمل له ماتيريال ولايتنج، فيبدا ان هو يوصل لنتيجه معقوله شويه، بعد كده ياخد النتيجه دي يحطها على الافتر افكت، يبدا يحط افكتات، يبدا يلعب في الالوان، يبدا يلعب في المود، فتبدا انك توصل. انا فاكر كان في لايف طلعت قريب كانت اسم المحاضره موشن وويز بيربس. انا الموشن ده ليه غرض، فانا اصلا ببقى المفروض عاوز اوصل رساله معينه، فمين اللي عاوز يوصل، انا ولا الاي اي؟ انا اللي عاوز اوصل الرساله دي عشان خاطر انا بعمل الفيديو ده لحاجه محدده. يعني زي دايما مثلا باجي اتكلم، انا ممكن اشوف تحريك حلو، بس لما ابص على التحريك ده وبعد كده تقول التحريك ده بتاع مثلا جمعيه خيريه، اقول لك التحريك ده لوحده حلو،
لكن ده ما ينفعش مثلا مع جمعيه خيريه، او ما ينفعش مع ده ينفع مثلا مع حضانه، التحريك ده فاني شويه، ده ينفع مع حاجه معموله للاطفال. فالتحريك نفسه في حد ذاته حلو، بس ما ينفعش اشوفه بنظره مجرده. والحاجه التانية زي ما كنا بنتكلم، ان انا عشان خاطر للاسف يعني البومينج اللي حصل بتاع الاي اي، فيقول لك انت بص كلمتين طلعت فيديو. الشخص المبتدئ في الاغلب، يعني زي ما احنا كنا في الاول مبتدئين، كنت اجي ابص على شغل ناس معينين استوديوهات او كده، اقول انا بعرف اعمل 1 2 3، وبس ناقص لي 1 و2 او 4 5 6، فكده ايه، انا خلاص انا كام شهر واشتغل ايه زي الاستوديوهات دي، واعمل الفيديو ب $2000 والكلام ده كله. اكتشفت لحد دلوقتي ان انا يعني في مستوى معين من الفيديوهات انا اصلا مش عارف اوصل له. ليه؟ لان انا كل ما بتعلم، كل ما بكتشف ايه ده انا الحركه بتاعتي اللي كانت عاجباني ما كانتش ناعمه. هي الحركه ده اتعمل بوزيشن من هنا لهنا، اتعمل سكيل من 0 ل 100، اتعمل مش عارف ايه، بس بدات اخد ان في تفاصيل كتير قوي انا كمبتدئ مش باخد بالي منها. فللاسف للاسف الشديد يعني الناس اللي بتبقى عاوزه تعمل فيديوهات، فيبقى عاوز يطرقع، فمن الطرقعه دي يجيب مشاهدات، فبيضلل ناس كتير في النص. انت ما فيش مشكله انك تقول ان انا اعمل حاجه بالاي اي. يعني شوفوا يارو فلاشر ده، ولا اسمه مش عارف تقريبا، يعني هجيب لكم اسمه، هبعت لكم القناه بتاعته على اليوتيوب دلوقتي. انت تشوف، انت تحس ان ده واحد بيمشي ورك فلو يعني محترمه، عشان يطلع فيديو محترم، عشان خاطر يوصل ان هو يتعامل مع عميل محترم. لكن انا في الاخر لو بكتب كلمتين بطلع بيهم فيديو، فانا تمام، انا زي عم احمد بقال تحت، لما لقى جيميناي عامله اعلان بتاع كاس العالم فاطلع فيديو، فخلاص يبقى انا مش هعمل فيديو ذا قيمه، مش هيجي لي عميل يدفع لي فلوس عشان اعمل فيديو. بس يعني ده بشكل عام، وممكن نفصل لو في اسئله تانية الدنيا توضح اكتر. تمام. طيب عمرو نفس السؤال. هنا اسال كنتوا التلاتة سؤال كده. هو حد شاف البلجن بتاع اكس فيلد اللي جوه الافتر؟ حد استعمله؟ لا انا ما استخدمتوش بصراحه، وما احترفتش بيه. صقر. السؤال بس قوله تاني يا عمر معلش. البلجن بتاع هيكس فيلد الام سي بي اللي بينزل في الافتر، لا استعملته؟ لسه ما استخدمتوش. طاهر؟ انا استعملت، كان في حاجه اسمها ويندو، نسيت اسمها بصراحه، بيعمل ويندو ام سي بي مع كلود. الصوت قطع لكن سامعني؟ ولا ده عندي؟ لا قول السؤال، علي صوتك شويه طاهر. طيب كده مسموع اكتر. تمام. انا بقول كان في حاجه ويندو ده لاير بيعمل ام سي بي ما بين الافتر وما بين كلود. لكن هيكس فيلد لسه بصراحه ما استخدمتوش، لا، بس هكون فاهمك يعني. تمام كمل عمرو. فيك سامعنا من صوتك راح. معلش صوتك راح تاني. رجع كده. كده كويس. هو طاهر قال ايه بقى؟ عشان طاهر قال ان هو استخدم الويندو اللي هي بتربط ما بين قولها كده تاني يا طاهر، عشان انا الصوت نسيتها شويه، معلش قولها تاني. اعتبرني عملت ام سي بي ما بين كلود لكن مش هيكس فيلد. كلود من خلال على طول من كلود، نفس تقنيه الام سي بي، بس كان في لاير لان الموضوع ما كانش مش شرعي، ما كانش بشكل رسمي من الشركه للان يعني. هو دلوقتي لسه باصص على اكس فيلد، كان في بقى من خلال اسمه ايه، من خلال هيكس فيلد نفسه بقى ممكن تدخل كلود، ممكن تدخل كذا حاجه. ايوه صحيح، انا فاكر يعني لما شفنا الاعلان. بس انا شفت الاعلان لسه ما استعملتوش بايديا عشان ادي حكم كامل. بس حتى الان الموضوع اسمه ايه، مبهر شويه يعني. لسه طبعا ده مبهر لحد ان احنا في مرحله ان احنا بنشوف الاعلان اللي هم عاملينه، لسه ما استعملتوش بايديا. بس خلينا اخد انا الاعلان اللي هم عاملينه اصلا مش اي اي. ما طبعا ده اكيد. كلنا عارفين يعني. احنا جايبين موشن جرافيك يعمل لنا كلنا عارفين الاي اي عشان يعني. نقعد الاي اي في البيت، عشان نقعد الموشن جرافيكس في البيت. هذا هو صباح الخير يعني. بالظبط. ماشي، طب خلينا ناخد اسمها ايه، وجهة النظر المضادة شوية. خلينا نبص من عين العميل
وانا هنا بتكلم على ليفل عالي من العملاء، يعني ليفل شركات مالتي ناشونال. فللاسف يعني وبعد خبره ومعاناه هم اصلا يعني في ليفل ضايع، كأن هو بيريسيف الاي اي بالنسبه له مبهر جدا. انت ممكن انا كعمر ببقى مطلع الحاجه، انا عارف ان انا بالنسبه لي دي ما ينفعش تطلع، ما ينفعش ان انا اسلمها. هو شافها هو منبهر. انت متخيل؟ كان لسه ايفنت حد خده، يعني كان بيدنج وبتاع، فخد الايفنت بحاجه معموله اي اي. كان البروبوزال بتاعه معمول بحاجه اي اي، الكلاينت عجبه الشكل، البيد وقع عليه. فللاسف الكلاينتس نفسهم ما عندهمش لسه الحته بتاعه الكواليتي ان ده اي اي وده مش عارف ايه. اتمنى مع الوقت ان ده يتحسن، بس يعني وشفت بدايه لان الموضوع يبتدي يتحسن من ناحيه العملاء نفسهم، ويلاقوا ان هو لا، في كواليتي في الاي اي، وده حلو وده وحش وبتاع. بس لسه الحته دي مش قايمه قوي. كان في نقطه تانية كانت امال. لقيت ان انا ما يعني انا بستعمل الاي اي، ممكن اعمل انترو موفي كامل لبرودكت او لايفنت لانش بتاع ايفنت، بستعمل الاي اي كامل. يعني في حاجات كده اللي هو الحاجات دي انا كنت زمان قبل ما الاي اي يطلع بالغشوميه اللي هو فيها دلوقتي، كنت الحاجات دي بعملها بتعب فيها فوتجز، واحاول الاقي نفس الفوتج لنفس الموديل ومش عارف ايه وكل الكلام ده. دلوقتي بقى الموضوع يوم شغل ولا يومين شغل بتبقى الدنيا زي الفل، يا مرضي جدا. والناس اللي بتستلم بتبقى عندنا في الشركه يعني والعميل ممكن اعدي الحمد لله تقريبا حتى الان عديت فيديوهين من غير تعديلات، فعليا من غير تعديلات. يعني هو شاف الفيديو ممكن يكون بس عدل في حاجه هم باعتينها لي غلط، لوجو مش عارف ايه الكلام ده، انما تعديل في الكور نفسه بتاع الشغل ما حصلش، مع ان الحاجه انا بالنسبه لي مش مرضيه. فاهم الفكره؟ انا الحاجه مش عجباني بس هي عجباه. ومع الوقت انا لسه شايف ان في تطور جامد. الموضوع هيبتدي الموضوع هيبتدي يغمق، ده اللي انا شايفه. كنت واقف ان انت مش هيبقى يعني هنوصل لمرحله ان انت معتمد عليه في بعض انواع الشغل اعتماد كلي. كنت جميل. بس انا هقول حاجه، والحاجه دي هي بشكل عام انا شايف من منظور مثلا ان انا في الشركه اللي انا فيها حاليا الجرافيك ديزاينر، انا قلت له انا محتاج الديزاين بطريقه 1 2 3 عشان انا احرك الريل. فهو لقيته راح ولد لي الصور بالذكاء الاصطناعي وقال لي انت بقى ظبطها ايكونز وحاجات للسوشيال ميديا وحركها. قلت له هاو يا معلم، انا محتاج الحاجات بشكل معين عشان انا احرك، مش لسه ديزاين. فقلت له انا مش شايف ان ده صح. فاللي حصل ايه؟ اللي حصل ان هو عمل الديزاينات بشكل وحش او بشكل متوسط او اقل من المتوسط، بعدها راح حركها اي وانا خدتها من تشتغل. فطلع الموضوع شكله بايظ خالص، مش حلو، شكله معفن جدا. يعني يعتبر اللي هو انا بدل ما انا بعمل شغلي هنقول بكواليتي معديه ال 50%، ده كواليتي ما جابتش ال 10%. طيب لما انا جيت بصيت على الموضوع كده من بره بعيد لبعيد، اكتشفت حاجه معينه، والحاجه دي اعتقد كله عارفها. الشركه مش عارفه الاي اي هيستخدموه ازاي، فاحنا بنشتغل بيه كده. تمام، اللي هو احنا بنشتغل بيه عشان احنا بنشتغل بيه، مش بنشتغل بيه عشان خاطر هو هيفيد الشغل. هو مش هيفيد الشغل، هو بيسرع بس مش مفيد. يعني مش هيقدم لي كفنان برؤيه فنيه 3 او 4%. هو بيسرع حاجات معينه، انما هم مش عارفين يستعملوه فين. انما ما فيش فكره هو استخدامه ازاي. يعني استخدامه ازاي جوه البايب لاين بشكل صح يخلي البروسيس، او بلاش يخلي البروسيس، هو بيخلي البروسيس اسرع بس مش بيخليها احلى. كل حاجه شبه كل حاجه. ما بيديش الانسان او ما بيديكش كفنان كريدت اكتر ان انت تعرف ان انت تقول ايه ان الشغل تمام. يعني انا مثلا انا استخدمته في تحريك الكاركترات، وكانت اول مره ليا احرك بيه كاركتر، فاوكي هي حاجه بسيطه، كنت بدل ما انا رج حركتها عليه فهي طلع لي الحركه البسيطه. بس بعد كام محاوله، 3 4 5 6 محاولات، طب ما انا كنت رجعها حركها رغم انها حركه صغيره.
بس لا اوكي تمام. طيب بيدي حلول؟ لا ما بيديش، هو بيديك بلقايه كده على بعضها وانت حطها في اي حته زي ما انت عايزها. طيب ده بالنسبه لي انا كانيميتور، وانا بتكلم ان انا انيميتور، مش بتكلم ان انا كرياتيف دايركتور، ولا بتكلم ان انا دارس اخراج. تمام. طيب لو حد دارس اخراج صح في الانيميشن وفي الموشن جرافيكس وعنده خلفيه عن الستوري بورد وعارف يبني نص البري برودكشن صح ويستخدمه، هيطلع شغل كويس مع اضافته الفنيه. عكس كده لا، انت مش موجود خالص، او اعتبره ان هو جاست تول تسرع لك حاجه معينه بشكل معين. ازيد من كده الموضوع هيكون عاكس في بعض. طيب بخصوص العميل، انا بتكلم على العميل هنا جزئين، العميل اللي هو الشركه اللي انت شغال فيها، والعميل المستقبل اللي هو العميل الكبير. الشركه مش فاهمه هي عايزه ايه بنسبه 90%. اتحدى اي شركه ان عارفه هي عايزه ايه من اللي هو كله بيقول لك هو هيوفر، هو هيوفر، بس مش هيطلع لك كواليتي برودكت. طيب ما طيب الناس اللي جوه الشركه لما يستخدموه هل هيعود عليهم بنفع ايجابي في الكارير بتاعهم؟ لا، مش هيعود عليهم بالبرودكت بتاعهم، لان انت كانيميتور، انا مثلا بتكلم كانيميشن، انت بتتكلم في قواعد انيميشن، بتكلمني في منظور ان انت بتبص على افلام، بتبص على افراج، على افلام، بتبص على حاجات انيميشن معموله بره، بتبص على شغل اتعمل مثلا لمايكروسوفت، على جوجل، على وعم بص انت عايز تغذي عينك باكبر كم ممكن من الحاجات القويه عشان تعرف تطلع حاجه. هو جه خلط لك كل ده وطلع لك كواليتي اقل من ال 50% من الحاجه اللي انت عايز توصل لها. هو ما قدملكش حاجه قيمه فنيه كفنان، بس هو ساعدك في البيزنس او كرأس ماليه انت جواها كوقت، اللي هي برضو بالنسبه له مقبوله، لان ما فيش ذوق فني موجود بداخل المكان. وده انا بقوله ده بنسبه 100% مش موجود في مصر دلوقتي. مصر ما فيهاش شركه فيها ذوق فني بشكل يحببك انك تقول انا عايز اروح الشركه دي، عايز اشتغل مع الناس دول. لا ده مش موجود دلوقتي. تمام. بس ده في نوادر، ايه في بس نوادر اللي هو بقول لك في بس نوادر. حلو. ما احنا دلوقتي تعالى نتكلم في النوادر لو بتقول لي شركه او اتنين، فاحنا بنتكلم في 26 محافظه ما فيش غير شغل في القاهره بس بنسبه 1% من الشركات اللي انت عايز تروحها، فده مش نسبه. تمام. بس طالب على دي في يعني ما فاهم اللي هو يعني بلاش التعميم اللي هو يعني كان. طيب اوكي. احنا نفتح شركه بكره خلاص. ايه بقى من التوب واحد. بتقول ايه؟ بقول لك نفتح شركه بكره خلاص عشان يبقى من التوب واحد. يا ريت احنا بعد اللايف هنفتح شركه، يلا. طيب السؤال اللي بعد، خليني اوجه السؤال ده عظيمه رافع ايديها. حاضر هندخله دلوقتي، هندخل بس هتعقب شويه عشان هو عارف ليه. وهو انا رايي لا استاذ عظيم هيطلع يتكلم طبعا. حاضر ماشي. لا انا رايي بس قبل ما نروح على التوبيك اللي جاي نعمل ملخص للي اتقال. يعني انا شايف ان الملخص اللي اتقال احنا دلوقتي حكينا عن تمام التغيرات اللي كانت حصلت قبل كده اصلا، ان دي مش حاجه جديده على الموشن جرافيك. وصقر اتكلم عن الحاجات اللي ساعدته فعلا في الاي اي والجانب الكويسه. تمام. عمر عمل طرح جديد جدا مختلف، ان هو العميل، وهو فعلا المشكله حاليا في العميل. صح، هو عنده حق حاليا. بالظبط لدرجه ان هو قلنا لا خلاص احنا دلوقتي عندنا انا عاوز اعمل الاي اي ده، انا مش عارف بيعمل ايه بس انا عايز اعمل اي اي. والله وده فعلا رحنا للأسوأ سيناريو اللي هو قاعد يحكي فيها اللي هي حاليا الاسلامي. تمام. بس ونستفيد ان شاء الله في التوبكس الاسئله اللي جايه يعني. طيب اوكي. السؤال اللي بعده. تمام. بس ينفع نستبدل برامج التصميم بالذكاء الاصطناعي؟ ممكن عمرو يجاوب الاول وبعد كده صعب، بعد كده اتنين اللي سؤال تاني قالوا الطار وعاصي. تمام. بس احنا اصلا عايزين نبتدي من اول البدايه خالص، ان هو يا جماعه مش معنى ان احنا بنستعمل الاي اي ان هو احنا كده خلاص وصلنا اخر البايب لاين والدنيا جميله. وانت اصلا لو البيزك بتاعتك واقعه تفهم هو ايه اللي طالع من الاي اي.
خد اي حاجه وتبقى بالنسبه لك جامده جدا. وهتلاقي اي شغل اللي هو الناس فعليا اللي فاهم ان الشغل ده اصلا لا يقبل، وانت تمام. هتبقى بس شايف ان الشغل ده جامد جدا. ده الفرق ما بينك وما بين هذا الشخص اللي بيقول ان الشغل ده اصلا لا يقبل، ان هو للاسف اشتغل بايديه، فعرف يعني ايه الاول، عرف يعني ايه بيزكس، تمام. بس وبعدين فهمها، اشتغل تمام. عليها بس بايديه، فوصل ان هو بقى متشبع بالحاجات دي. بقى هو مش محتاج ان هو ايه وقت طويل علشان لما يبص على الاوتبوت اللي طالع يعرف المشكله فيه فين. هو عارف المشكله فيه فين من زمان خلاص. ده اللي هيفرق بعد كده في اللي جاي تمام. بس للناس. اللي هو انت لو عارف البيزكس، متمكن منها، عارف يعني ايه كومبوزيشن، عارف ايه برنسبلز اوف ديزاين، يعني ايه انيميشن، برنسبلز اوف انيميشن 12 والحاجات بتاعه الموشن، وعارف يعني ايه امتى تكت، وعارف ان انت المفروض بتكت اون اكشن كايديتنج. لو انت عارف كل الحاجات دي ماشي، وعارف يعني ايه لايتنج طبعا لو انت 3 دي وكده، وعارف الماتيريال، عارف سيميوليشن بيزكس، كل الكلام اللي انا بتكلم فيه ده كل دي بيزكس، ان انت تبقى ملم بيها حتى مش عملتها بايدك. ما هي للاسف يعني هي دي المرحله اللي جايه، ان انت تبقى ملم بالبيزكس، وعلى الامل عملتها مثلا، جربت تعملها بايدك من خلال البرامج بتاعت الديزاين. ده اللي هيفرق بعد كده ما بين اي ديزاينر والتاني، لان كده كده الكل هيبقى AI. تمام. بس هل الناس اللي بتشتغل بايديها هتتوقف ان هي تشتغل بايديها؟ لا، مش هيحصل. بس هيبقى في اللي ايه التوب 5% مثلا من الناس اللي شغاله على كلاينتس تدفع لناس تقدر تعمل الكلام ده بشكل احترافي، اللي هو حاجه تمام. طبعا بس هتبقى نسبه قليله جدا. انما بقيه 95% الباقيين اللي تحت هيبقى الاعتماد الاكبر على الاي اي. ممكن في الحاجات اللي تحت يحصل نوادر كالعاده، بس يعني تمام. كان ايه بس السؤال اصلا؟ اللي كان هو هتيجي الاجابه في الآخر. احنا دلوقتي لو استبدلنا البرامج، تمام، بس ده هينفع عادي بالنسبه للناس كلها ولا؟ هو مش هيحصل اصلا الكلام ده، مش هيحصل. مش هيحصل ان هو تلاقي حد استبدل البرامج بنسبه 100%. في ناس دلوقتي اصلا على لينكدين وبتاع، بس ده نوعيه الناس اللي بتماركت بطريقه انا ما بحبهاش، او يعني هو اصلا الفكر اللي وراه اصلا ما بحبوش. نهاية اللي هو الموشن ديزاينر ونهاية البرامج. ايوه بالظبط. عارف اللي هو الكونتنت كريتور اللي عايز يعمل انا مش هوك عايز اجيب عظيم سيرتهم جامد جدا، بصراحة. لا نجيب سيرته عشان دول عايزين يعني المهم. فالناس دي هل انتهى ربنا الافتر يهديها. افكت؟ هل انتهى ايوه الفوتوشوب؟ بالظبط. نهايه الافتر افكت مش الفوتوشوب، نهايه نهاية برامج الافتر التصميم. افكت. انت ممكن تشتغل من الماك بوك بتاعك اللي هو من 2005، الناس كلها معاها الفيرجن بتاع 15 ماشي علينا يعني. ممكن تشتغل من عليه وتطلع من عليه $2000 في الشهر. اللي هو يا فندم، هو انت لو فعلا بتطلع $2000 في الشهر مش هتبقى قاعد على لينكدين بتكتب لنا انت بتطلع $2000؟ ما تعبنيش معاك الله يكرمك. ده حقيقي. اعتقد اعتقد دي اعتقد دي اجابه كافيه وشافيه. جميل. طيب السؤال اللي بعده توضيحا برضه عشان ازود عليكم، هو ده انا شفته قدام عيني، بس بالنسبه للناس، في حد ما لقيته فجاه قال ان نهايه الموشن جرافيك وان الافتر افكت برنامج معقد. فالحقيقه انا يعني انا عن نفسي انا ما حسبتش الرد بتاعي انا هرد عليه ازاي، فانا رديت عليه باللي فيه الخير فعمل لي بلوك. فكان الرد كالاتي: ان السوفت وير والشغل والحاجات اللي احنا بنعملها هي حاجات اوريدي اساسيه جنرال، فالجنرال ده ما ينفعش ان انت تهده. يعني انت لو جيت قلت لحد هتعمل موشن جرافيك بالاي اي، طب هو اصلا عنده خلفيه عن هو اساسيات الموشن جرافيكس ايه اصلا؟ ايه هي اساسيات الموشن جرافيك، ايه اساسيات الانيميشن في الموضوع؟ طيب حتى لو السوفت وير معقد مثلا زي الافتر افكت، اكيد مش هيبقى قاعد من اليوديمي مثلا، تمام؟ طيب هل ده الشغل وده المجال؟ طب انت اخترته ليه وعايز تخش فيه طالما انت عايز تعمله بالذكاء الاصطناعي؟ يعني لو انت عايز تبقى موشن جرافيك ارت هتدفع 5000 جنيه كل شهر للفري بيك او اي ويب سايت عشان تعمل عليه فيديو موشن جرافيك بدون ما انت تكون عارف الاساسيات اصلا، بدون ما انت تكون عارف حتى ستوري بورد، يعني ايه انيماتيك، يعني ايه بايب لاين، يعني ايه ستوري تيلينج، يعني فالحقيقه ان الموضوع بالنسبه لي اشبه بان انت بتقول لواحد ايه، استغنى عن كل اللي انت بتعمله وارمي نفسك في البحر وخلاص، ولما
فجاه هتلاقي نفسك بتعوم. طب هتعوم عليه؟ ما اعرفش، بس انت هتعوم اكيد طالما بتستخدم الاي اي. فطبعا الموضوع ده غلط، انا ضده تماما. المجال موجود زي ما احنا بنفس الطريقه وبنفس السيستم، زي ما انا كنت ذكرت سابقا ان الشغل اللي احنا بنعمله انت الاي اي بتوظف جواه مش براه، بتوظف جواه عشان يسرع البروسيس جوه الشغل كبزنس. انما كارتستيك ليفل ان انت عايز تطلع حاجه ارتستيك، وحتى لو العميل برضه عايز حاجه ارتستيك، فانت اكيد برضه ممكن ما تختلطش بيه كتير. اوكي طيب انا عايز اقول حاجه بس بالنسبه للسؤال اللي فات. هو انا هحط نفسي مكان الناس، او هجيب المنظور من حيث الناس بتوع برامج الذكاء الاصطناعي نفسهم. من اول ما الاي اي شد حيله شويه، الحاجات بتاعت الافلام اللي كانت بتعملها نتفليكس، نقدر نقول ان هم كان من اوائل الناس اللي بدات تتوجه ان هم يمشوا الناس، لدرجه ان الناس اللي كانت بيجيبوهم اللي هو بنقول عليهم الكرادز، او الناس اللي هم عارف اقول عليهم ايه لما بيبقى في ماتش كوره مثلا ولا حاجه ويحطوا جماهير، هو غالبا سي جي اي، بس بيعملوا ايه؟ يعملوا مثلا 10 اشخاص مثلا وبيكرروهم على المدرج. ده مثال، مش ده حرفيا مش نفس العدد ده اللي بيحصل يعني. فكان من اوائل الناس اللي استخدمت الماتيريال اللي كانت عندهم بحيث ان هم يعملوها في الافلام بتاعتهم، بحيث ان هم يستبدلوا الناس. وحصلت مظاهره كان موضوع ترند جامد يعني بره يعني. ده حقيقي. نفس الشركه دي سبحان الله، مارفل الكتاب اللي فيها والجي اي ارتست وناس كتير والكتاب وهكذا. برافو عليك، هو ده اللي حصل. فسبحان الله سبحان الله، نتفليكس نفسهم هم نفس الناس اللي راحوا وحطوا بادجت قد كده، كان رقم كبير كده غبي كده في بلندر. يعني هو سبحان الله ده برنامج سوفت وير مش اي اي. احنا عارفين ان بلندر اوبن سورس يعني. طيب نفس الكلام التقنيه اللي اتكلم عليها عمر، اللي هو الام سي بي. ايه هو الام سي بي؟ الام سي بي هو بتخلي الاي اي بيدخل جوه البرنامج او بيدخل جوه اي اي تاني، هم بيتعاملوا مع بعض. يعني انت عندك مثلا فري بيك مثلا بتشتغل على حاجات جوه فري بيك، فانت ممكن كلود او شات جي بي تي او ايا يكن بيدخل جوه، هو بياخد الفكره بتاعتك يعملها برومبتس وينتج لك الصور دي وهكذا. هم يعني اتجهوا حاليا للام سي بي ان خلاص لا غنى عن الحاجه دي.